11. في الفيديو ده هنعرف ازاي نتحكم في سرعة الفيديو ونعمل سلو موشن. ده الفيديو الأصلي قبل ما نتحكم في السرعة بتاعته، وده الفيديو بعد ما غيرنا في السرعة. تعالوا نشوف الشرح. هسحب الفيديو ومن سبيد بتحكم في السرعة، من تايمز يعني 1 يبقى أنا كده مش مغير في السرعة، ولو زودت الرقم 1 يبقى أنا كده زودت السرعة، ولو قللت الرقم 1 يبقى أنا كده قللت السرعة. أو ممكن أزود من الأسهم دي بالشكل ده لو عايز أزود يعني بنسبة قليلة. وممكن أغير من ديوريشن بدل تايمز. من ديوريشن هنا بقول له أنا عايز مدة الفيديو تبقى مثلا 5 ثواني و2 من 10. طيب أنا عايز الفيديو يبطأ وتبقى مدته 10 ثواني، فبكتب هنا 10 ثواني. او ممكن اغير في الاسهم برضو بالشكل ده. انا كده ببطأ او بسرع الفيديو كله، يعني سرعة الفيديو كلها واحدة. لكن من كيرفس ممكن اخلي السرعة تبقى متغيرة في الفيديو، يعني مثلا السرعة تبدأ عادية زي ما هي يعني، وبعد كده تسرع، او تبدأ سريعة وبعد شوية تبطأ. تعالوا نجرب واحدة منهم، وليكن دي مثلا، ونعمل بلاي بالمسطرة. هنلاقي العربية هتسرع في اللحظة دي. طيب ممكن أخليها تبدأ بدري شوية بالشكل ده، أو أغير زي ما أنا عايز بالشكل ده. ممكن أخلي العربية تسرع وتبطأ تاني من هنا. دي الفترة اللي هتسرع فيها. ممكن أكبر المدة أو أغير فيها زي ما أنا عايز برضه، يعني عايزها تسرع لما تقرب مني مثلا وبعدين تبطأ تاني. طيب ممكن أعمل سلو موشن بشكل تاني. هقص الجزئية اللي أنا عايز أبطأ فيها السرعة بالشكل ده، وهغير في السرعة إن كانت بالزيادة أو النقصان بالشكل ده. أنا هنا عايز أعمل سلو موشن فهبطأ السرعة، ومن هنا بعمل سموز يعني تنعيم للحركة بالشكل ده. تعالوا نعمل حاجة حلوة، هنخلي العربية تيجي سريعة وبعدين تبطأ وبعدين تسرع تاني. من كيرفس هختار الاختيار ده وهخلي العربية سريعة لغاية ما توصل عندي، يعني لغاية ما توصل لمكان الكاميرا، وبعدين هعمل كات، والجزء اللي في النص ده هبطئه والجزء اللي في الآخر هسرعه، وهي دي النتيجة.